غني، لكن معانا النجم اللي الكل بكل تاكيد مستني يسمع كلامه، لانه في الفتره الحاليه كلام مهم جدا. معانا الكابتن عبد الله السعيد نجم النادي الاسماعيلي. الى اين القطار يتوجه؟ هنعرف الكلام ده. كابتن عبد الله اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ كنا مستنيينك النهارده. والله انا اسف، انا بعتذر جدا طبعا. انا بس الظروف حصلت لي كده يعني، فانا بعتذر جدا يعني. اعتذارك مقبول بعد ما الظروف يعني تهدى والدنيا تخلص يعني ان شاء الله اكون معاكم يعني اول الناس باذن الله. نتمنى بس باذن الله يكون المانع خير، ده اهم حاجه عندنا، واعتذارك مقبول بكل تاكيد. يا رب والله يا رب، دعوات ان شاء الله تكون. كابتن عبد الله، القرار اللي انت خلاص اخذته او اللي انت خلاص عقدت النية عليه، انت موجود في النادي الاسماعيلي ولا مش موجود في النادي الاسماعيلي؟ والله ربنا يسهل يعني. انا مش قلت طبعا ان انا الظروف بقت صعبه وكده، استمرار وكده، واتمنى ان الدنيا تخلص يعني بشكل كويس وبهدوء. ومفيش، بس انا ما عنديش اي اخبار دلوقتي ولا اي جديد ولا اي حاجه. طب انا عايز اعرف منك حاجه يا كابتن عبد الله، يعني اللقطه اللي احنا بنعرضها لحضرتك دلوقتي اثناء المباراه الكروم، يعني اسبابها ايه من وجهه نظرك؟ ايه اللي خلى الجماهير تبقى متحفزه ضدك بهذا الشكل؟ والله انا بقول لك، انا كان الناس طبعا مضغوطه، سمعت اخبار ان عبد الله خلاص، قعدوا يقولوا اخبار ان انا عبد الله خلاص مش مضى ومشي ومش عارف ايه. طبعا الناس بتحب ناديها، مش عاجبها الكلام ده. فهي كان وجهه نظرها ان هي طبعا عبرت ومش الناس كلها يعني، ده ناس يعني كانت قليله ان هي يعني هاجت عليا، وكان الموضوع كان يعني شتايم وكده. قلقت، خفت من الهجوم اللي حصل عليك على بيتك والازاز اللي شفناه متكسر على عدد كبير جدا من مواقع الانترنت، حسيت بحاله من حالات الخوف؟ طبعا والله انا زعلت جدا واتضايقت جدا يعني. الموضوع يعني طبعا الناس عندها حق. انا بقول ان هي تزعل ان هي ما يعني بتفقد حد من لعبتها او كده، تزعل وكده، لكن ما يبقاش بالشكل ده يعني، ما توصلش بالشكل ده والهجوم ده وكده. بس انا عارف انك صريح جدا كابتن عبد الله. وعدوك وخليوا بيك في النادي الاسماعيلي؟ يعني ايه وعدوني وخليوا بيك؟ وعدوك مجلس الاداره بان هم يدوك مستحقاتك المتاخره، وعدوك ان هم يدوا لك قيمه العقد الجديد من قبل يحيى الكومي. لا، هو على فكره الموضوع انت يعني الموضوع ما تتكلمش على عبد الله بس، الموضوع على اللعيبه كلها. كل اللعيبه، اللعيبه كلها مستحقاتها متاخره. لينا مستحقات ولينا ظروفنا صعبه بقالنا فتره كبيره، ولينا مستحقات. وكل مره بيجي حد بيدينا وعود وما بنلاقيش حاجه، كل مره بيجي. فاللعيبه تعبت، ده على اللعيبه كلها. انت بقالك قد ايه يا كابتن عبد الله ما بتاخدش مستحقاتك؟ الظروف، احنا من شهر يناير اللي فات ما بناخدش حاجه لحد وقتنا هذا، ما بناخدش حاجه. طيب انا عايز اعرف الجلسه اللي جمعتك مع المهندس يحيى الكومي كان كلامها ايه؟ قال لك ايه؟ وعدك بايه؟ حضرتك انا قلت انا ما قعدتش مع حد، ما اتكلمتش مع حد في حاجه خالص في تجديد، عشان انا رافض الظروف اللي احنا فيها دي، الظروف الصعبه اللي احنا فيها، ان انا اجدد. انا ما قعدتش اتكلمت اصلا في اي تجديد. بس طيب دلوقتي بيفصلك عن قرار انك تكون موجود في اي نادي، حر الانتقال في اي نادي، 24 ساعه، ايه اللي بيدور في دماغك دلوقتي؟ ومفاوضاتك مع النادي الاهلي وصلت لحد فين؟ انا ما فيش مفاوضات مع حد، انا عبد الله ما بتفاوضش مع حد وما بتكلمش مع حد، وما اعرفش والله لسه في ايه، لسه ما فيش اي حاجه جديده دلوقتي ظاهره. اتمنى ان شاء الله الدنيا تخلص على خير باذن الله. ال 24 ساعة اللي جايين دولت، هل في حد بدأ يتدخل، وسطاء مثلا يتدخلوا أو رجال أعمال يتدخلوا علشان خاطر عبد الله السعيد يظل بقميص النادي الإسماعيلي ولا لأ؟ والله لسه أنا ما فيش أي حاجة زي ما بقول لحضرتك، وأنا الموضوع بالنسبة لي يعني خلاص، يعني أتمنى إن هو يخلص على خير، وما فيش أي كلام أعرفه يعني في أي جديد في أي حاجة. وأتمنى إن شاء الله الموضوع يخلص على خير. طيب الخير من وجهة نظرك إيه هو؟ ربنا يسهل والله، لسه مش عارف أعمل. يعني أنت مثلا كان ليك تصريحات في الفترة الأخيرة بأن خلاص رفضت إنك تكون في النادي الإسماعيلي، هل ما زلت مصر على هذا القرار ولا لأ؟ يعني أتمنى إن أنا يعني خلاص النادي يستفيد، وإن أنا أشوف مستقبلي وكده. عشان مش عشان انا بس، عشان خاطر برضه اللعيبه اللي موجوده. احنا محتاجين
فلوس اللعيبه محتاجه فلوس وكده. اتمنى ان احنا ربنا يسهل والامور تخاف، واتمنى ان شاء الله ربنا يكرمني ان شاء الله. انت شايف ان مصلحه النادي دلوقتي بتحتم على عبد الله السعيد انه ما يكونش موجود في النادي الاسماعيلي، على الاقل هيحصل فيه انفراجه ماديه بالفلوس اللي هتخش خزنه الاسماعيلي، يقدر باقي اللعيبه ان هم ياخدوا مستحقاتهم. كده كلام مظبوط؟ والله ربنا يسهل، انا لسه ما اعرفش اي حاجه، واتمنى ان الدنيا تخلص على خير، دي اهم حاجه باذن الله. عايز اعرف منك يعني ايه الانديه اللي في مصر بلاش بتتفاوض معاك بشكل مباشر؟ والله انا ما اعرف حاجه حضرتك، انا قلت لك كل اللي عندي. والله انا اتمنى ان كل حاجه تبان. انا ما اعرفش اي حاجه والله، لسه انا ما اعرفش، انا عن نفسي ما اعرفش اي حاجه، واتمنى ان الامور تخلص على خير باذن الله والله. طيب ماشي، انا هسالك سؤال بشكل مختلف شويه. ترحب بمفاوضات الاهلي والزمالك ولا لا ترحب بالمفاوضات في الوقت الحالي؟ حضرتك انا بقول لحضرتك دلوقتي ان انا الكلام كله مش معايا انا. انا ليا وكيل اعمال والكلام كله معايا، وانا ما بتكلمش في الحاجات دي خالص. وكيل اعمالك مين؟ يا كابتن عمرو؟ كابتن تامر. طب انا بس انت عارف كل الناس دلوقتي مهتمه ان هي تعرف وجهتك، فمعلش استحملني اذا كنت انا كنت بحاول ان انا اضيق شويه عليك. بس انا لا معلش، انا قلت لحضرتك والله اللي عندي، وانا ما فيش اي حاجه دلوقتي بفكر فيها غير لما النادي ان شاء الله يتخذ قرار ان شاء الله، و ان شاء الله تخلص، بعد كده نشوف هنعمل ايه يعني. بس انا ما فيش اي حاجه دلوقتي قدامي. كل التوفيق ليك كابتن عبد الله السعيد نجم النادي الاسماعيلي.